السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصفة اليوم الجلجلانية أو سلة الجلجلان، نوع حلو مميز ينفع بإذن الله في العيد. إن شاء الله كل سنة والجميع بألف خير. سهلة وسريعة وتعتبر من الحلو المعسل. نبدو في الطريقة. عندي 200 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. طبعا نوع الزبدة تفرق في الطعم، لكن الناس اللي مش حابة الحيواني تقدر تستخدم النباتي. عندي ربع كوب من سكر البودرة. عندي هني ظرف من الفانيليا. أنا استخدمت المضرب الكهربائي، لكن تقدروا تستخدموا حتى المشبك اليدوي. بعد ما ضربتهم مع بعض ضفت عليهم هني كوب من الزيت، وضفت عليه هني دحية بدرجة حرارة الغرفة. بالنسبة للدحي باش نتخلص من الزفرة حطيت له هني كشيك صغير من الخل، ضربتهم مع بعض إلى غاية ما الخليط يتجانس. هني حنضيف له المفروض كوب من الكاكاوية اللي هو الفول السوداني، لكن للأسف أنا ما كانش متوفر عندي، استبدلته بكوب من الجوز. حطيت عليه هني ملعقة كبيرة من نشاء الذرة. حطيت له هني نص كوب من الزهر، مية الزهر، ودعمتها بنص كشيك صغير من روح الزهر. آخر مكون حطيته هني جلجلان حوالي كشيك كبير. تقدروا تديروا حتى زوز كواشيك بحكم إنها هي اسمها جلجلانية. بالنسبة للدقيق، أنا حطيت إجمالا 4 أكواب. في الأول حطيت كوب، وبعدين حطيت كشيك صغير من البيكنج باودر، وقعدت نضيف في الباقي الدقيق بالتدريج، ما ضفتاش دفعة واحدة. ديما بالنسبة لامتصاص السوائل بالنسبة للدقيق يفرق من نوع لنوع. أنا أخذ مني حوالي 4 أكواب، في ناس ممكن تاخد منهم 3.5، وفي ناس ممكن تاخد منهم حتى 4.5. فأنتوا ضيفوا بالتدريج باش حتى تتحصلوا على عجينة تكون متماسكة في نفس الوقت، ما تكونش رطبة وما تتلصقش في اليد. في إضافة المكونات الأولى، لما أنا قلت لكم ديروا كاكاوية، هي أصول الوصفة هذه فيها كاكاوية. لكن تقدروا هني تلعبوا في المكونات الإضافات. بالنسبة للطريقة أنا اللي درتها تعتبر طريقتين دمجتهم أنا مع بعض. خديت المكونات اللي حسيتها تنسجم مع بعض، واستغنيت على بعض المكونات. بعد ما عجنتها، وهي طبعا ما تاخدش منكم عجن يعني هلبة، احنا بس نبو نلموا المقدار اللي عندنا. بمجرد ما تشكلت معنا كورة بهالشكل هذا تعتبر عجينتنا جاهزة. الوصفة هذه تحتاج لطواجين السيليكون، وحنحتاجه لمكون تاني واللي هو الجلجلان الأبيض. لازم بعد ما نكور، طبعا أنا قبل ما نكور اختبرت واحدة باش نبي نعرف الحجم، لأن هنا في ناس يجوا يحددوا لك في يحددوا لكم في وزن معين للعجينة. أنا نصيحة ليكم شوفوا القالب متاعكم، على حسب القالب ديروا كورة، وبعدين كملوا المقدار كله. بعد ما حطيته في الجلجلان دخلته في القالب مباشرة، حطيت عليه ورق زبدة وقلبته، لأن عجينتنا فيها بيكنج باودر ما نبوهاش ترتفع هلبة. الفرن مسخنته مسبق درجة الحرارة 180. بمجرد ما خليت الطاجين حوالي ربع ساعة، بعدين نحيت منه السيليكون وخليته إلى غاية ما تحمر معنا مباشرة وهو سخون. حطيته عليه الشربات. بالنسبة للشربات هذا ما بيتش ندير لكم ما بيتش نصورها معاكم هني باش الفيديو ما يطولش أكتر من اللازم، لكن حنحط لكم إن شاء الله رابط الشربات في صندوق الوصف بإذن الله. أول ما نطلع من الفرن مباشرة نحطها في الشربات بدرجة حرارة الغرفة، ونخليه حوالي دقيقة أو دقيقتين، وبعدين نحيه. وشوفوا لاحظوا إني أنا بعد ما نحيته صفيته. عندي المكسرات، خلينا يستخدموا المكسرات اللي انتوا ترغبوهم. عندي نفس الشربات اللي عندي حطيت له كشيك صغير من الجيليكوز. الجيليكوز الناس اللي ما تبيش تستخدمه تقدروا تستغنوا عليه، لكن شنو وظيفة الجيليكوز؟ ان احنا يخلي المكسرات تلصق عليه النوع الحلو هذا. تاني حاجة يحتفظ باللمعة متاعه. حتى الشربات متاعكم لو حابين النوع الحلو هذا يقعد معاكم فترة طويلة، ولما تجوا تاكلوه يبدأ يتلوك معاكم،
نصيحة لكم تحطوا له كشيك صغير من الجليكوز، حيخلي الحلو متماسك معكم. هذا شكل الجلجلانية بعد ما جهزت معانا بصدق روعة. جربوها وبإذن الله مش حتندموا. حبيت نوري لكم شكلها كيف من داخل، وكيف ما شاء الله متشرب عسلها. وصفة سهلة بسيطة، تعتبر ما تاخدش وقت في تحضيرها. ولو حابين تستغنوا عن المكسرات اللي احنا زينا بيهم الوصفة هذه، تقدروا تستغنوا عليهم وتكتفوا باللي احنا حطيناه في العجينة. ان شاء الله وصفتنا اليوم تعجبكم. ما تنسونيش من دعوتكم الطيبة، كل سنة والجميع بألف خير. معكم أنيلو بن الشقروني، نخليكم في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.